حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر، بصدامات من بداية توليه مسؤولية تدريب المنتخب. ابتداها مع محمد صلاح فخر الكوكب، بعد كده فوجئنا إن هو يعمل مشكلة مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، وطالع بيبرر للإعلام إن أحمد حجازي مش جاهز بدنيا، راجل عامل 2 رباط صليبي وبطيء وصعب يلعب على لعيبة عندها سرعات عالية. طب يعني انت مدير فني المنتخب وبتختار اللعيبة، اما حضرتك شايف ان هو في كل العيوب دي، ضميته للمنتخب على اساس ايه؟ عايزين نعرف برضه يعني انت ضميته على اساس ايه؟ وانا مش حابب اتكلم في موضوع الاختيارات لان الكابتن حسام حسن يعني مش هقدر اقول سيء البهاله، لا ده بيستعبط. كل الاختيارات الاهلي الاهلي الاهلي، واحنا مش حابين نتكلم، يعني مش عايز اتكلم في النقطه دي، هنقول مصر وخلاص وكلنا بنشجع منتخب مصر. وانت ضميت احمد حجازي على اساس ايه؟ يعني انت طالع تقول كل العيوب دي فيه، طب انت ضمه ليه؟ في حاجه غلط، ما الغلط يبقى من عندك انت مش من عند احمد حجازي. واللعيب بصراحه له حق، اما انت تجيب مساك زي احمد حجازي وتقعده دكه، وتجيب لاعب نص ملعب وتلعبه مكانه مساك، ليه حق يغضب بصراحه. وانا مش شايف ان اللاعب بتاع نص الملعب حمدي فتحي احسن من احمد حجازي كمدافع. استحاله يكون زيه ولا بالامكانيات بتاعته في المكان الخط الدفاع اللي احمد حجازي بيلعب فيه. حمدي فتحي لاعب نص ملعب كويس جدا مش هنختلف عليه، انما كمساك صعب يكون زي احمد حجازي. وانت يا كابتن حسام جبت احمد حجازي وعارف ان هو بيلعب في الدوري السعودي وجاهز، ولعب ماتش السوبر وكان كويس جدا، الدنيا كلها اتفرجت عليه، وبناء على كده انت جبته. بس انت كالعاده بتحب تجود، يعني عايز تجامل النادي الاهلي باي طريقه. طب على اساس يعني بتجامل النادي الاهلي على اساس ايه؟ مش فاهم. يعني بالنسبه لك منتخب مصر عادي كل يومين في صدام مع لاعب، كل يومين كل تجمع نفس الموضوع؟ استحاله، يعني لازم يكون في، يعني نفصل ما بين الحب والكره وما بين المنتخب مصر. معلش انت مش بتدرب المنتخب عشان تصفي حسابات ان كان مع لاعب زمالك ولا اهلي. طب احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على اي اساس انت ما ضمتوش للمنتخب؟ والطبيعي ان هو راجل واخد كاس مصر مع بيراميدز، اكتر حارس في 2023 24 كلين شيت، هو اساسا جول منتخب مصر، لاعب دولي.